تعالوا معايا بقى كده هقول لكم على الأكلة اللي أنا من ساعة ما عملتها أول مرة من تقريبا سنتين تلاتة كده على القناة بتاعت اليوتيوب، وأنا بجد بعشقها. الأكلة دي تحفة، هتنسوا بيها اللازانيا دي تماما، وسهلة جدا وأرخص من اللازانيا بكتير، ومش هتحتاجي اي حاجة من بره تشتريها تماما. يلا بسم الله. اول حاجة هنبدأ بيها هي تعصيجة اللحمة. ده بصل طبعا متقطع صغير على قد ما نقدر، هننزل بيه في زبدة او سمنة سخنة جدا، وهنشوح البصلاية لحد ما تاخد لون كده دبلان مصفر خفيف خالص، دبلانة بس زي ما احنا شايفين. وبعدين هننزل باللحمة بتاعتنا نديها تشويحة. دي طريقتي في تعصيجة اللحمة يا جماعة، مش بنزل باللحمة الاول وبعد كده انزل بالبصل. هقلب اللحمة مع البصل وبعد كده انزل عليهم بمعلقتين من الصلصة، اي صلصة متاحة عندك. وبعد كده هنزود مية علشان نسوي اللحمة. وبعد ما تستوي تماما وتشرب المية دي نبدأ بقى نبهر ونحط من الملح بتاعنا وفلفل اسمر، بس انا هنا مش بحط ملح، بحط مكعبات من المرقة بتديها طعم احلى كمان كده زي ما احنا شايفين. كده ملح فلفل اسمر، رشه من جوز الطيب لو حابين، ودي رشه من بهارات اللحمه، وبس كده خلاص التعصيجه جاهزه معانا. تاني خطوه هنبدا بيها هو البشاميل. ده لبن حليب كامل الدسم، ده لتر من الحليب، هنحط فيه 5-6 معالق من الدقيق، وعلشان يطلع تقيل شويه هنحط ممكن 7 أو 8 حسب بقى حجم معلقتك. وهنحط مكعبات مرقه دجاج، ملح فلفل اسمر، معلقه من اللبن البودر، علبه من القشطه او معلقتين كبار من القشطه، ومعلقتين من الزبدة. وممكن نستغنى عن الزبدة خالص، كفاية قوي مرقة الدجاج فيها الدهون بتاعتها ممكن نستكفى بيها. هنقلبهم مع بعض على البارد وبعدين نرفعهم على النار لحد القوام ما يتقل كده زي ما احنا هنشوف قدامنا. قوام الأكلة دي بيبقى تقيل عن البشاميل العادي. تمام كده خلاص زي الفل. حابين بقى نحط جبنة موتزاريلا اوكي، مش حابين مش محتاجة خالص as you like. واخر حاجة خالص هنحط بيضتين وهنقلب بسرعة لو البشاميل سخن علشان البيض ما يستويش. تالت حاجة هنعمل هنحتاج 3 كوبايات من الدقيق، كوبايات كاملة زي ما احنا شايفين كده 250 ملي، وعليهم كوبايتين من الحليب، والتالتة هنحطها مية. ممكن تحطي التالتة حليب براحتك as you like، مفيش اي مشكلة. وبعدين هننزل عليهم ببيضتين حجم كبير زي ما احنا شايفين. لو البيض عندك صغير هنحط 3 بيضات. تمام، هنضرب بقى كل ده مع بعضه، هنحط ملح وفلفل اسمر بتاعنا، هنملح طبعا العجينة بتاعتنا، نحط ملح وفلفل اسمر كده بسيط زي ما احنا شايفين. وهنضرب بقى في الخلاط. طبعا افضل ان احنا نعملها في الخلاط علشان نتأكد ان كله اختلط ببعضه حلو جدا، علشان لو بالمضرب اليدوي ممكن يتعبك وياخد وقت شوية، لكن الخلاط اسهل واسرع واضمن في الضرب. طبعا من وقت للتاني هنقلب كده علشان بيكون فيه دقيق واحنا بنضرب في نفس الوقت، علشان نتأكد ان كل الحروف اللي فيها دقيق نزلت واختلطت بالعجينة حلو جدا. بعد ما نضربها كده دقيقتين 3 ونتأكد ان الخليط بقى تمام، هنسيبها بقى ترتاح 5 دقايق. وده التقل اللي احنا عايزينه، شايفين ده اللي احنا عايزينه بالظبط. سيبها بقى 5 دقايق زي ما قلنا، وبعدين نبدأ نجيب طاسة سخنة، وهناخد من الخليط كبشة او كبشتين او كبشة ونص حسب حجم الطاسة بتاعتك. المهم السمك ما يكونش رقيق قوي ولا رفيع قوي. تمام، هنحطها كده على نار عالية هتلاقيها اصفرت. اول ما لونها يصفر نقلب على الناحية التانية على طول كده تبقى استوت تماما. هوريكم واحدة كمان، الناحية التانية متاخدش وقت خالص. هوريكم واحدة كمان علشان تتأكدوا. واللي تطلع هنغطيها بأي فوطة ناشفة عندنا علشان تفضل طرية وتحتفظ بطراوتها. هوريكم واحدة كمان. بصوا بالاول بيبقى لونها ابيض وبعدين تبدأ كلها تصفر كده، نتأكد انها استوت من تحت جدا. نقلبها الناحية التانية ما بتاخدش ثواني، ونغطيهم زي ما قلنا كده. وبعدين نبدأ بقى نجهز الصينية. هنجيب البشاميل بتاعتنا نحط طبقة، وبعدين طبقة من الكريباية، وبعدين طبقة من اللحمة، وفوقيها طبقة من البشاميل تاني زي ما احنا هنشوف دلوقتي. وهتستمر الطبقات كلها ورا بعضها كده بنفس الترتيب بالظبط، ونضغط ضغطة بسيطة عشان نتأكد ان اللحمة والبشاميل اتوزعوا بين الطبقتين. تمام، يعني كل طبقة نحطها. بصوا شايفين طراوة الكريب، هنضغط في النص ونوزع لبره ضغطة بسيطة. الكريب طالع تحفة، عجينته مظبوطة جدا. اخر واحدة هتكون كريبة، وهنحط عليها طبقة من البشاميل. بصوا البشاميل علشان تقيل زي ما قلت لكم متماسك فوق مش هيتزحلق من عليها، عشان كده بقول لكم لازم البشاميل بتاعها يكون تقيل. هندخلها تحت الشواية، هنديها وش من فوق وحاجة بسيطة جدا من تحت، ونبدأ نقطعها ونقدمها. بجد ما بتحتاجش ان هي تبرد علشان بتكون مفتفتة زي البشاميل وطعمها تحفة.
وطعمة جدا كمان، ألذ من اللازانيا وسهلة جدا وخطيرة، ومكوناتها متوفرة عندنا في البيت. بشوية دقيق ولبن قدرنا نعمل صينية جامدة جدا قريبة من اللازانيا، حاجة تشرف بجد، وكمان الطعم خرافة. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.